بمیجی و یک کرنا کدا جنان دناو دا آواکرنا چند دا اکولوژی دناوا جواکه دا لباکور رجلات سوریه رضا چالاکین ما وهانا یک جبوگ هشتنا هشمندیا دموکراتیک و اکولوژی دناوا جواکه دا و رضا سمینر و پرورده لکومین گوند نافچه و سازیان ورن دست پیکرن لگوری پیوستیان مجار ورن دیار کرن هر وها لتواهی شارداریان گل و سمینر لسر جینگه و اکولوژی دناوا سه مهان دا ورن داین د چارچوبه پیک آنین و بلافکرنا فلسفه و فکر ریبر آپو لهر داری و دناوا هند بستانان دا سمینر دربار اکولوژی دا ورن داین جمله تفگر جنن جوان دا و خواندنا پرتوکن ریبر آپو داینا سمینر و عرض بلگه فیلمان جنن جوان را وره مشاندن وکه بردوامیات چاندنا دار فیکی بگل را و لعمود بخچه دار فیکی ورن آواکرن لجه کو جنن تکوشر لی هاتنه هدف گرتن جمله داگرکریا ترک و شهید کتنه و دار توان ورن چاندن بتنسیق دنابرا دسته شارداریان کمیته پرورده و زانینگه روژ آواده و 3000 دار وره چاندن جمله کمیته آبوریا کنگرستار و پروژه دار فیکی به 3800 داری و وره چاندن لچند درین سینور جمله تفدم و هجمارک دار وره چاندن لگوند جینوار جی و دار ورن چاندن لناوند درمانسازی جن جی و دار ورن چاندن دبن کمپانیا هر مروفک دارک و دو نافچهان نزی 600 داری بتنسیق نابرا کمیته اکولوژیا کنگرستار و شارداری آوان نافچهان را ورن چاندن شاندنا نامه که جبو دکتور شبنم کرور فینانجی جمله پلاتفورما جنیا اکولوژی و جبر دستگداینا و درباره دست پیکرنا لپرسین درباره پیکارانی ناچکن کیمیاوی لکردستانی فرماجن به پیشنگتیا دسته شارداریان و جینگه و به دارخستن و ریخستن کرن دست پیکرنا کمپانیا پاقجیه به تایبتی بزاروکان را دست پیکرنا کمپانیا جهفدو و قطاندن گمار لدو کومینان یک لکانتونا قامشلو یک جی لکانتونا حسکه بجي ريبر أبو بجي جيانا إيكولوجيك بلاتفورما جنيا إيكولوجي يا روجافا بفكر وتوحيد كدح المرأة من أجل بناء ثقافة بيئية في المجتمع. هذه سلسلة أنشطتنا في شمال وشرق سوريا. أولا من أجل تحقيق الوعي الديمقراطي والإيكولوجي في المجتمع سنبدأ بسلسلة من المحاضرات والتدريبات في الكومينات والقرى والنواحي والمؤسسات وسيتم تحديد المواضيع حسب الحاجة كما أنه ستعطى محاضرات حول الإيكولوجية والطبيعة في جميع البلديات في غضون 3 أشهر. ثانيا في سياق تطبيق ونشر فلسفة وأفكار القائد آبو في كل مكان سيتم تقديم محاضرات حول البيئة في المدارس. ثالثا ستقوم حركة المرأة الشابة سوف يتم قراءة كتب القائد آبو وتقديم محاضرات وأفلام وثائقية للمرأة الشابة. رابعا استمرارا لزراعة الأشجار المثمرة سيتم بناء حديقة أشجار للفاكهة في عامودة. خامسا سيتم زراعة أشجار التوت في الأماكن التي استهدفت فيها النساء المناضلات من قبل الاحتلال التركي. سادسا بالتنسيق بين هيئة البلديات لجنة التدريب وجامعة روجافا ستتم زراعة 3000 شجرة. سابعا ستقوم اللجنة الاقتصادية لمؤتمر ستار بمشروع شجر التين بزرع أشجار الفاكهة بزرع 3800 شجرة. ستتم زراعة عدد من الأشجار في عدد بوابات حدودية من قبل تفدم. تاسعا ستزرع الأشجار في قرية جنوار. عاشرا ستزرع الأشجار في مركز شفاء المرأة. 11 في إطار حملة لكل شخص شجرة ستزرع حوالي 600 شجرة في ناحيتين وذلك بالتنسيق بين مؤتمر ستار وبلديات تلك النواحي. 12 إرسال رسالة إلى دكتورة شبنام فنجانجي من قبل منصة الإيكولوجية للمرأة وذلك كمساندة ودعم لمطالبتها بفتح تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في كردستان. 13 بريادة هيئة البلديات والبيئة سيتم تنظيم ملتقى المرأة. 14 البدء بحملة نظافة خاصة مع الأطفال. 15 البدء بحملة فصل القمامة في كومينين في مقاطعتي قامشلو وحسكة. عاش القائد آبو، عاشت الحياة الإيكولوجية. منصة المرأة الإيكولوجية في روجافا 14/2/2023.